ترفع القبعات لرايات من روايا زدين نحي. الله هدف سبيشال. الله 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 الله، إنه الفتى المغربي الخارق، إنه سفيان، إنه رحيمي. محبي قناة قصة بطل، مرحبا بكم. بعد نجاح جميع حلقات أفضل 5 أهداف واللي أغلبها فات مليون مشاهدة، قررنا نرجع مرة أخرى بهذه الفقرة. لكن هذه المرة التحدي عندي صعيب بزاف، وهو اختيار أفضل 5 أهداف سجلت من طرف المحترفين المغاربة في هذا الموسم. تأكد أنك دعمتينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا في القناة إذا كنتي جديد، ونبداو على بركة الله. باش نشوفوا الهدف الأول اللي اختارينا، خاصنا نتجهوا مباشرة لإيطاليا وتحديدا العاصمة روما، المدينة اللي شهدت مباراة نادي بولونيا ضد روما في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، مقابلة اللي كانت مهمة جدا لأنها غتحدد بنسبة كبيرة المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وأكيد فاش كنذكروا نادي بولونيا يعني صاحب الهدف هو الأسد أسامة العزوزي. المهم بدات المباراة، وفي الدقيقة 14 أسامة تقمص دور المهاجم وصعد إلى الأمام. في هذه اللحظة زميله ارسل عرضية دقيقة إلى منطقة الجزاء، فكان أسامة في الوقت والمكان المناسب ليسجل واحد من أفضل الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم بمقاسية غاية في الروعة. هدف كان هو الأفضل بطبيعة الحال في الجولة 33 ودار ضجة كبيرة وسط الإعلام الإيطالي والعالمي. برا تمشي كرة تاني سالي ميكرز، سالي ميكرز كالافيوري والعرضية. الله بولونيا بولونيا، الله هدف سبيشال، هدف سبيشال. جميل جميل جميل. الله عزوزي العزوزي يعز نادي بولونيا، يعز عز ما بعده عز. ثاني هدف عندنا في المقطع يقدر يكون مفاجأة لكم، ويقدر العديد من المتابعين يختلفوا معايا، لكن جمالية الهدف فرضت عليا أنه يكون في القائمة اليوم. المباراة كانت عادية في الدوري الفرنسي، مارسيليا ضد ستاد ريمس في الجولة الأولى، لكن اللي ما عاديش هو داكشي اللي غيوقع في الدقيقة 23. عز الدين أناحي غيستلم الكرة من مكان بعيد على المرمى، وجمالية الهدف غتبدا من طريقة استلام الكرة وتوهيم المدافع أنه غادي يمرر، فجأة غير الاتجاه ديال الجسد ديالو ليسدد في الزاوية اليمنى، كرة مؤطرة لا تصد ولا ترد. كان مرتفعا إلا إذا كان لعز الدين أناحي جول. الله هنا ترفع القبعات لرايات من روايا زدين نحيم الذي وضع الكرة في الشباك وعدل ميزان الحوار بين الطرفين. واو يا زدين يا أناحي. دابا وصلنا إلى الهدف الثالث واللي سجلوا الأسد أيوب الكعبي. من الصعب جدا اختيار هدف واحد من الأهداف اللي سجل هذا الموسم، وحتى على مستوى الطريقة سجل بجميع الوضعيات الممكنة وفي كل المسابقات، وهادشي اللي كيوضح الجودة ديالو كمهاجم متميز داخل منطقة الجزاء. المهم إلا اختارينا الهدف من ناحية الجمالية والطريقة، فأكيد غنختاروا الهدف اللي سجل على نادي ماكامبي من الكيان الظالم اللي سجل عليهم في إياب دور ثمن النهائي من منافسة كأس المؤتمر الأوروبي. الهدف كان في الدقيقة 66 بطريقة أيوب الخاصة، تمريرة في العمق من زميله أورتيغا ومقاسية أكثر من رائعة من الأسد المغربي. من جمالية الهدف، اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الأوروبي وضعت هدف الكعبي الأفضل في إياب ثمن نهائي كأس المؤتمرات، وطبعا يستحق يكون من أجمل أهداف البطولة. ولكن الهدف اللي غيدخل في قائمة أفضل 5 أهداف اليوم هو اللي غنشوفه الآن. هنا كنهضروا على نهائي المؤتمر الأوروبي أولمبياكوس ضد فيورنتينا، الدقيقة 116 من الشوط الإضافي الثاني، يعني بقات 4 دقائق فقط وتمشي المباراة لضربات الترجيح. ولكن البطل أيوب كان عنده رأي آخر، بعد ما تمركز بشكل جيد وخرج من وضعية التسلل، هنا زميله غيرسل ليه عرضية، وأيوب من جهته تغلب على المدافع بإصرار كبير، لذلك لقى راسو هو السباق للكرة وقدر يسجل من رأسية هدف غالي وثمين جدا. وهذا كيبقى أهم هدف في مسيرة أيوب وأهم هدف بالنسبة لأولمبياكوس اللي بيقدروا يفوزوا بلقب أوروبي غالي لأول مرة في تاريخهم.
الآن وصلنا للهدف الرابع من أقدام براهيم دياز. براهيم يعتقد أنه إذا سجل هدف عادي غيلغي الحكم، لذلك كل أهدافه غتلقاها بطريقة رائعة ومختلفة، وهادشي اللي صعب عليا المأمورية أنني نختار هدف واحد فقط. أكيد أي متابع لريال مدريد غيختار الهدف اللي سجل ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وهذا أمر طبيعي كيبقى هدف خرافي بمعنى الكلمة. ولكن بما أنني هدرت عليه في العديد من المرات غنختار هدف آخر اللي غيكون اليوم في التوب 5، وهو هاد اللوحة الفنية اللي غتشوفوا دابا. المناسبة كانت مباراة ريال مدريد ضد قادش في الجولة 34 من الدوري الإسباني. ريال مدريد كان محتاج 3 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل شبه مؤكد، لكن المباراة كانت معقدة حتى للدقيقة 51. لوكا مودريتش مرر كرة أمامية إلى إبراهيم في وسط 4 لاعبين. مهاجم آخر ببساطة غيمرر الكرة إلى الظهير الأيسر، وهذا الأمر المتوقع. لكن الأمر الغير متوقع أننا نشوف إبراهيم كيقوم بالاستلام والدوران في نفس الوقت، ومن بعد التحضير والتسديد في الزاوية 90 وبدون مبالغة أو تطبيل. هذا الهدف يجب أن يدرس في الأكاديميات الكروية. أبواب نحو انتصار من أجل مسار الليغا. التصديد يسمع من بعيد. يا للهدف يا إبراهيم، يا لروعة الجول يا إبراهيم، عالمي يا إبراهيم. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه لمسة الفنان، هذه عين التي لا تخطئ. إنه إبراهيم. ختامه مسك بالهدف الخامس، وشكون من غيره؟ سفيان الرحيمي. صعب جدا اختيار هدف واحد للاعب قدر يسجل هذا الموسم 23 هدف ما شاء الله، واغلبهم كيجمع ما بين الاهميه والجماليه. فغي امام النصر مثلا في دوري ابطال اسيا سجل عليهم اهداف رائعه ذهابا وايابا، واحد ينسيك في الاخر، ونفس الامر ضد الهلال في النصف النهائي. لكن الهدف اللي اختاريت اليوم من وسط هاد 23 هدف هو اللي غنشوفوا الآن. المناسبة نهائي دوري أبطال آسيا، العين ضد يوكوهاما الياباني، دقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا، يعني لا شيء حسم لحد اللحظة. لكن في الدقيقة 67 الرحيمي غتوصلوا كرة عائدة من الدفاع الياباني في الجهة اليمنى، وبذكاء كبير منه وهم المدافع أنه غيسدد بالرجل اليمنى، ومن بعد راوغو سدد بقوة بالرجل اليسرى، ما خلى للحارس أي فرصة أنه يتصدى لها. سفيان من جديد، الرحيمي يا لعيب. الله 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 الله، إنه الفتى المغربي الخارق، إنه سفيان، إنه رحيمي، إنه رجل كل المواعيد. أعزف بلحن الذكريات يا سفيان، وعد بذكرياتك يا عين، واستأنف معانقة المجد يا سعيد. وحتى نتوما شاركونا الرأي ديالكم في التعاليق، وفي الأخير كنشكركم على المشاهدة، ونشوفكم في مقطع قادم إن شاء الله. منير يحييكم، إلى اللقاء.